السلام عليكم حبابي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم في احسن الاحوال واحسن الظروف فضلا منكم وليس امرا. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من التعليق ديالكم واللايكات، وغادي ندخل مباشره في الموضوع. كواليس حصريه في الفيديو مسلسل، غادي نتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، وغادي نتكلم على القضيه ديال الاتجار في البشر اللي عند لبنى والمقاطع اللي غادي ينفعوا، وكذلك الخطه الجهنميه اللي دايره لهم كيف ما نقولوا السعديه، والفرشه اللي داروا ليها صحاباتها بمقاطع اللي غادي ينفعوا بطبيعه الحال. هما كانوا اقرب الناس ليها، واللي كانوا المقاطع هما اللي كيرسلوهم ليها، وهذه تنفعك، هذه غادي تضرك، هذه ما تخصكش ديري، هذه ما ديريهاش. المهم احبابي بزاف ديال الحوايج غادي نتعرفوا. وقبل ما غادي ندخل في هذا الموضوع غادي نتكلم على الاستعمار. اللي قالت السعديه تحرات مسكينه، قال لك عاد فاقت من القلبه، ودابا هي ضحيه ديال القنوات، وكذلك بنتها ضحيه ديال هذه القنوات اللي كانت كتعطي لبنتها كيف ما تنقولوا. كانت كتعطيهم باش يتاجروا، كانت كتعطيهم باش يخدموا. دابا ولات هي اللي ضحيه، ولات بنتها ضحيه ديال القنوات. دابا هذه لا غير هي كيف ما تنقولوا، غير هي وبكريشه وبنتها، يعني هما اللي ضحايا. اما لبنى لا، ماشي ضحيه. لبنى لا، خاصها تمشي تعاقب، خاصها الحبس، خاصها الحبس ما عرفت شنو، خاصها بزاف ديال الحوايج. وبنتها اللي تحيد ليها كيف ما تنقولوا، خاصها تحيدها من الطريق. والاستعمار اللي قالت عليه تحرت يعني تحرت هذا العام. قالت هادشي هذا قالته السيده اللي مسكينه الله يشافيها. وقالت هاد القنبله غادي قالت هي عندها قنبله غادي توجدها، غادي تحطها للناس باش يسمعوها. وقالت القنوات والمتابعين وبزاف ديال الحوايج. اخوتي الله يدير لها تاويل ديال الخير. قبل ما غادي نقول واحد الحاجه، غادي نقول السيده صافي بدات مسكينه، بدات كتلاشي. الله يكون معاها. سمعنا هي يعني بغات دير تنازل لبنتها، وبغات دير تنازل البكريشه، وتقول لهم يعني مرات الاب ما غاديش تنازل ليها. كيف ما قالت هي شدت شملها، والقنوات هما شدوا الشمل ديالها وزيدوا عليهم. كيف ما كتقول هي ديما كتهضر غير على لبنى، كتقصد لبنى بان لبنى هي اللي شدت ليها الشمال، وبان القنوات هما اللي كانوا السبب في هذا تشتيت الشمل ديالها وبزاف ديال الحوايج. المهم اخوتي، هنا خرجوا المتابعين اللي كانوا كاينين، بزاف ديال الناس اللي الصراحه كانوا متابعينها، خرجوا ما بقاو خرجوا من عندها. كاينين بزاف ديال القنوات هما اللي كانوا معاها وكانوا مساندينها، ما بقاوش معاها ولاو ضدها. شفنا يعني بزاف ديال الناس. المهم اخوتي بزاف ديال الناس اللي الصراحه ما بقاوش معاها وما بقاوش في صفها. ربما ما عرفت انا، كتبان لي قناه وحده اللي باقا معاها دابا. السيد اللي كيهضر عليها قال لك انا ما كتهمنيش انها تخرج ضدي او لا ما تخرجش ضدي. شفنا حتى العائله ديالها يعني ما بقاوش مع. المهم خسرات صراحه الله، خسرات بزاف ديال الحوايج. خسرات ولادها، خسرات الزوج ديالها، خسرات ماديا ومعنويا كيف ما تنقولوا. دابا هي هادشي هذا كان اللي كدير دابا، بانها دير تنازل لبنتها والزوج ديالها. ربما هي دابا شنو كيدور لها في عقلها ان يعني الا خرج الزوج غادي صافي غادي تسامحوا، وغادي دير هاد التنازل، غادي يكون هو اللي غادي يجمع الشمل ديالهم وغادي نرجعوا مع بعضياتهم. ولكن انا هادشي هذا كيبان لي زعما ما كاينش نهائيا، لان داكشي اللي دارت فيه، المهم داكشي اللي دارت فيه وداكشي اللي دارت في يعني في العائله كامله، ما نظنش انه يجي واحد النهار وغادي يسمح ليها او لا يرجع معاها. وحنا كنشوفوا يعني حتى
يعني العكوزة ديالها كتقول يعني معمرها انها يعني تكون حتى الهضره بيني وبينها او لا تكون شي حاجه بحال هكا. فما بالك انك تخلي غادي تخلي هي ولدها يرجع معاها؟ ما كنظنش. وحتى البنت ديالها ولا زوجة الاب ولا، يعني ما كنظنش هادشي هذا كامل. ما كنظنش انهم غيجي واحد النهار وغادي يرجعوا ولا غادي يجلسوا في بلاصه واحده. هادشي كامل غير سعاد مسكينه غير كتخربق وصافي. شفت كتقول انا كنت مستعمره، انا دابا عاد فقت. انا ماشي كنتي مستعمره، انتي كنتي تابعه واحد الجهه اللي كانت كيف ما تنقولوا كانت كتوهمك بانك انتي غادي تربحي القضيه بكريشه، غادي يمشي صافي، غادي يمشي فيها بواحد المده اللي هي طويله بزاف صافي. هادشي هذا هو اللي خلاك انك تمشي مع هادوك الناس. ماشي هما كانوا مستعمرينك، هما غير كانوا كيبينوا لك، كيزينوا لك داك الشيء وصافي انت كتمشي معاهم. كلشي كيبان لك ساهل، كلشي كيبان لك صافي، كلشي انت غادي تربحيه. كلشي حتى المحاميه قلتي عطيتيها واحد المبلغ مادي وما ربحتش لك القضيه. يعني المهم هي بغات كلشي تقضى ليها، واخا يكون داك الشيء العكس، بغات هي كلشي تقضى. المهم كيف ما قالت ان السيده كانت هضرات على السيده، قالت اللي كانت كترسل لها مبلغ مالي 1,000,000 للشهر. قالت هادشي كامل غير باش هاد المهم باش هادشي هذا ما يتسالاش. قالت بان كاينين الناس اللي ما كانوش كيبانوا، ما عندهمش كاع القنوات، وكانوا كيقولوا لها خاصك تبقاي متبعه هادشي وما تبانيش، ما تساليش. ربما هادشي حتى هما كانوا عندهم ما عرفتش، ربما كان عندهم يد مع القنوات الآخرين. هادشي هذا كامل هي جبدات وقالت مازال عندها قنبلة ومازال غادي تزيد، غادي تحط بزاف ديال الناس بوجههم. كيف ما خرج الطرف الآخر قال حتى هو يعني عندهم التسجيلات، عندهم مكالمات، عندهم كل شيء. يعني قال سكرينات بان داكشي كامل اللي كانت كتقول تقول لهم، وداكشي كامل اللي كانت كتقول يعني على الطرف الاخر مازال عندهم. يعني بحال تقول هما كانوا كيوجدوا بعضياتهم مع بعضياتهم دايرين يد في يد، ولكن وفي نفس الوقت شوف شنو كيديروا باش حنا تعرف بنادم. راه سبحان الله، يعني النيه راه بنادم نيته اصلا نيتهم ما كانتش مصفيه مع بعضياتهم. باش تعرف هذيك كتسجل وهذيك كتسجل. وما عرفتش كيفاش كانوا كيقولوا على هذيك، كيفاش كانوا كيهضروا على بعضياتهم وعلى انهم صحابات. وكانت كتقول على الاخرى راه هذيك راه الاخت ديالي اللي ما ولدتهاش ليا الام ديالي وهذا. والله العظيم الا ما كتفهمش بنادم سبحان الله. بنادم كيكون بنادم كيبين لك واحد الصوره، هما كيبينوا واحد الصوره، ولكن هذيك الصوره غير كامله نفاق. حتى لدابا عاد خرجوا كيضربوا في بعضياتهم، وعاد كتقول سبحان الله كأن لبنى ربي، لبنى ولا بكريشة ولا يسرى ربي كياخد لهم حقهم. حتى القنوات الاخرين راه صراحه راه ما ساهلينش، راه حتى هما راه والله العظيم الا ما ساهلين. شوف داكشي اللي داروا في يسرى، راه ربي راه لما سمحت لهم الله سبحانه وتعالى راه ما عندهمش فين هادي كما تنقولوا، ما عندهمش فين ينعسوا. راه شفناش كانوا كيضلوا يقيلوا على يسرى هادي. المهم كان يعني الفيديوهات ديالهم كامله هي يسرى، ولكن اخوتي ما كيهضروش عليها بواحد الطريقه، ما كنتقدوهاش بطريقه اللي نقدروا نقولوا تقدر دوزها. لا، راه كيهضروا عليها بشي هضره اللي تقدري الا سمعتي هذيك الهضره راه صافي، راه والله العظيم الا ما تقدرش تستحملها، ما تقدرش. فما بالك واحد يجي، ماشي واحد يعني بزاف الناس وبزاف ديال القنوات يحطوا عليك بحال هاد الحوايج، ويبقاو كل نهار عليك بالفيديو والهضره الخايبه وبزاف يعني. والله وينعتوك بانك مع الاب ديالك وشي حوايج اللي انا بعدا ما نقدرش، والله ما نقدر نهضر عليهم. نقدر نقول هكا حاجه عاديه، ولكن باش نجي نهضر على وحده وانا ما شفتش بعيني، راه سبحان الله. سيروا اصلا هذيك السماحه راه ماشي خصكم تطلبوها من الام.
اول حاجه السماح الا بغيتو تطلبوها طلبوها من يسرى، لان يسرى هي اللي درتو فيها بزاف ديال الحوايج، وهي اللي خرجتو فيها داكشي اللي بصراحه اللي ماشي ديالنا حنا كمسلمين. والله العظيم اخوتي، لا بعض المرات كنبقى نشوف بحال هاد الحوايج كنقول لا الله يستر يا ربي، الله يهدينا، الله يهدينا والله يهدينا على الجميع، هادشي اللي غنقولوا. دابا عاد ولاو هما سعاد ما كتسواش، سعاد حمقاء، سعاد هادي، لا راه نتوما، راه حتى نتوما راه ما ساهلينش، راه نتوما خاصكم كتار من هادشي، راه هادشي اللي دارت فيكم سعاد. والله العظيم انا الصراحه انا مع سعاد، راه تستاهلوا وتستاهلوا كتار من هادشي اللي دارت فيكم. راه خاصها دير فيكم كتر، راه خاصها هادشي هذاك الشيء اللي كنتو ديروا معاه، راه اصلا نتوما خاصكم تسجن. لان اش من حق عندكم كنتو كتبقاو تشوهوا يسرى، كتقيلوا عليها بالشوهه نهار كامل، وانتم هي الا كانت هي كتصيف غير كترسل لكم هي مقاطع اولا كترسل لكم اوديوات تمشيو تبداو تفتحوا في البنت، راه حتى نتوما خاصكم الحبس. وهنا اخوتي غادي نقول لكم بسلامه عليكم، الفيديو سالا. ما بغيتش نطول عليكم كتر. ربما حتى انا ما كنبغيش ندخل في بزاف ديال الحوايج، كنبغي نهضر شويه باحترام، هادشي علاش ما كنبغيش نقول بزاف ديال الحوايج. بعض المرات كان غير كنلمح في الفيديو. وهنا غادي نقول لكم الفيديو ديالي سالا، بسلامه عليكم، في فيديو مقبل ان شاء الله.